احمد رامي كان بيحب ام كلثوم حب جنون. كان بيحبها حب جنون ومن غير اي مقابل. ولما اتسأل مرة عن حبه لأم كلثوم قال لهم: انا بحب ام كلثوم كحبي للهرم، لم المسه ولم اصعده، ولكنني اشعر بعظمته وشموخه. احمد رامي كتب لأم كلثوم 137 قصيدة وما خدش منها مليم واحد. ولما ام كلثوم قالت له: انت مجنون عشان انت ما بتاخدش تمن اغانيك، رد عليها وقال: نعم، مجنون بحبك، والمجانين لا يتقاضون تمن جنونهم. هل سمعتي ان قيس خد مقابل لحبه لليلى؟ هل سمعتي احمد خد تمن حبه الامينة؟ ولان ام كلثوم كانت بتحبه حب مصلحة فقطعته في الكلام وقالت له: طيب سمعني اخر حاجة. ولما بان بقى ان ام كلثوم مش بتحب رامي وبتستغله وبتحبه حب مصلحة، سألها في مرة صحفي بشكل مباشر: هو انتي بتحبي احمد رامي؟ فردت وقالت: انا بحب احمد رامي الشاعر. وطبعا لانه ما كانش بياخد منها ولا جنيه في الاغنية. اتجوزت بقى ام كلثوم الدكتور حسن الحفناوي، وساعتها احمد رامي تعب شديد. كانت بتتلذذ بتعب رامي وشقائه، ودي طبيعة كل أنثى إنها تحب تكون مرغبة. الإذلال في الحب بيسعدها قوي. وعشان أم كلثوم توجع رامي قوي طلبت منه إن هو يكتب لها أغنية هتغنيها لجوزها الدكتور حسن الحفناوي، وقالت له يكتب فيها: أنا شايفة الدنيا حلوة وإنت فيها. رد رامي قال لها: بس أنا شايف الدنيا سودة وأرضها بتبكي. وساعتها ام كلثوم زعلت من رامي وخصمته، ودي كانت المرة الاولى ان رامي يسيب ام كلثوم تتهري وما يعبرهاش من الاخر. وبعد زمن وسنين لما حس رامي ان ام كلثوم كان حلم وانتهى خلاص وان هي بقت لغيره، قرر ان هو ما يضيعش بقية عمره وراح اتجوز واحدة من قرايبه. وساعتها بقى كتب رامي قصيدته المشهورة: أصون كرامتي من قبل حبي. ولما مراته في مرة سألته: هو انت لسه بتحب ام كلثوم؟ رد قال لها: انا بحب ام كلثوم ودوت مش ذنبي. ولكن قدرت مراته انها تتأقلم في الوضع، ولما حد كان بيقول لها ان جوزك او احمد رامي بيحب ام كلثوم فكانت بترد عليه تقول له: وانا كمان بحبها. ولما ام كلثوم ماتت سنة 1975 احمد رامي ساعتها تعب جدا 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 ودخل في حالة اكتئاب شديدة. وبعد ما كتب لها كلام بعد موتها كسر القلم وهجر الشعر نهائيا لحد ما مات. طبعا كل الكلام اللي قلته دوت متاخد عن المؤرخ معتز سعد. اشتركوا في قناة نواد احمد الباجوري وبيج الفيسبوك المخرج احمد الباجوري والتيك توك المخرج احمد الباجوري. شرف فيديو، سلام عليكم.